السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة طبعا وانتم طيبين، وبمناسبة مولد النبي احنا معانا هنا معايا كده نص كيلو من الحمص زي ما انتم شايفين كده، ومعايا نص كيلو من السمسم، ومعايا هنا ايه كوسة الهند. كل ده انا لسه هديله ايه تحميصه كده على البوتاجاز. طبعا ايه انا حبيت اعمل حلاوه مولد النبي، يا اما بعملها بعد مولد النبي يا قبل، لان دي طبعا ايه بدعه. طب لما هي بدعه يا ام اسامه بتعمليها ليه؟ انا بعملها كده عشان ايه؟ طبعا بفرح الاولاد. هتقولي لي طب هو الرسول عليه الصلاه والسلام ما كانش بيحتفل بمولده؟ كان بيحتفل، بس ما كانش بيحتفل بالطريقه بتاعتنا دي. كان بيخصص اليوم ده ايه؟ للصوم والصلاه والعباده. يلا بينا كده بقى نروح على البوتاجاز. شايفين كده معايا كده مجين من السكر. انا حطيت مج وده تاني مج. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليهم كده مج الا ربع من الميه. بسم الله. اهم حاجه ما تحطش في السكر معلقه عشان ما يسكرش منه. ومعايا هنا ليمونه كامله اهي. بسم الله. ومعايا كده طاسه على النار، معايا الحمص اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هديله بس كده ايه تحميصه. اهم حاجه وانت تديله التحميصه كده تهدي النار خالص كده، تخليها سهريه علشان ما يتلحبش مني. ومعايا الشربات هنا اهو بيغلي زي ما انتم شايفين. ومعايا الشربات كده. انا هاخد بقى ايه نقطتين كده احطهم. بسم الله. لو لقيتها بصوا سايله جامد كده يبقى هي ايه لسه شويه. لو كونت معايا كرة كده لا هي سايله قوي ولا هي جامده قوي، يبقى ده ايه القوام المظبوط. حطيت كرة تانية اهي زي ما انتم شايفين كده. بصوا هي بس عشان سخنه، لو بردت شويه هتبقى جامده كده. يبقى هو كده ايه القوام المظبوط اللي احنا عايزينه زي ما انتم شايفين كده. بصوا لما تحطيها كده بصوا تمسك شويه في المعلقه، متنزلش بسرعه. بصوا هي ماسكه كده اهي، ما نزلتش بسرعه اهي. بصوا هو ده بقى القوام اللي انا عايزاه. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا السكر اهو. بسم الله. اهم حاجه ما تخلوش يتحرق منك جامد علشان ما تمررش، متبقاش مره كده. احط كده ولو احتاجت احط تاني. بسم الله. بس اهم حاجه السكر سخنه بسرعه كده. هي الصينيه اهي انا دهنها كده دهنه من الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل كده. اهم حاجه كده وهي سخنه تضغطي جامد كده قبل ما تبرد. لو بردت مش هتعرفي ايه تعمليها، هي عماله تلسوح في ايدي. بس
بس مش مشكلة. بتبل ايدك زيت يا اما تبل ايدك كده ميه. انا ببل زيت كده من الله. السلام عليكم. قطعي بطك وهي لسه ايه سخنه كده زي ما انت شايفه. قطعي بقى الحجم اللي انت عايزاه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ده وهي لسه سخنه. زي ما انتم شايفين كده هنعمل بقى طبعا ايه السمسم. زي ما انتم شايفين السمسم برضك انا حمصته زي ما حمصت الحمص. هنزل بيها هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. والسكر لسه سخن. لو لقيتيه طبعا مسك منك ورحتي تجيبي حاجه ولا تعملي حاجه ومسك، لو عندك ميكروويف هتحطيه هيفك معاك وترجعي تعملي من تاني. زي ما انتم شايفين كده. لسه كله سخن اهو. انا لقيت الصينيه دي ما تاخدش فهجيب صاج. ولما لقيت المكان ده كده ما ياخدش فاضطريت احطه في صاج تاني. عشان ايه؟ سيدي بس عملت لسوع. لازم وهو سخن. لو ما عملتيش وهو سخن هيمسك منك ومش هتعرفي تقلبيه في الصينيه. زي ما انتم شايفين كده احنا قطعنا دي زي ما قطعت دي كده بالظبط وهي لسه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي حمصت دي كده ايه، حطيت لها كده نص معلقه كده بس من الزبده. طفيت عليها اهو. ومعايا انا قسمتهم نصين. نص اهو ده ايه هديله بس تحميصه كده بسيطه. لكن ده ايه غمق. هعمل يعني النص غامق والنص التاني فاتح. السكر اهو عملته والشربات عملته بنفس الطريقه زي عملته ايه زي ما عملته في الاول الحمصيه والسمسميه. زي ما انتم شايفين انا فضيتهم هنا كده. بسم الله. انزل بنص الشربات. زي ما انتم شايفين كده انا غلفتها كلها بالشربات. فضيتهم هنا كده.
معايا الطاسه على النار اهي، فضيت الباقي نصهم اللي انا كنت راكناهم دول ايه، هدوهم بس ايه تحميصه كده بسيطه، يعني مش هغمقهم زي الاولانيين عشان نعمل الغمقه والفتحه. هديها تحميصه بس ان هي تسخن كده. دي مش هحط لها طبعا ايه زبده زي ما حطيت ديك اهي، ديك عشان غمقتها بس شويه خدت وقت معايا على البوتاجاز، عشان كده حطيت لها ايه نص معلقه كده من الزبده. هي سخنت اهي، هطفي بقى عليها. اديني زي ما عملت في الاولانيه عملت في التانية اهي، قلبتها في الشربات وفضيتها في الصينيه اهي. اظبطها بقى، بس نصيحه مني بقى ايه علشان محدش يعملها ويدي عليا ويقولوا ام اسامه ايه كلفتنا الحاجه وفي الاخر ايه باظت مني. طبعا الشربات بتاع جوزة الهند اللي هي اسمها اللذيذه، في ناس بتقول جوزة الهند وفي ناس بتقول اللذيذه. في كل بلد طبعا لها اسم، بس انا مش عارفه بصراحه، ما اعرفش غير جوزة الهند واللذيذه. ما تخليش الشربات يغمق منك، خليه يبقى فاتح شويه علشان تبقى طريه معاكي، تبقى طريه كده وتعرفي ايه يعرفوا الولاد كده ياكلوا منها ويقسموها. لكن السمسميه والحمصيه اكيد طبعا هتكون ايه مقرمشه، لكن دي معروف ان هي بتبقى طريه. بخلي الشربات يبقى سايل ما يغمقش زي ما انا يغمق مني كده. ظبطها كده. اديني ظبطتها كده زي ما انتم شايفين. هبدأ ايه اقطعها قبل ما تبرد. وديني قطعتها كده زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، وخلصنا زي ما انتم شايفين. انا كان عندي الاطباق دي في المطبخ، مش اشتريتش ولا حاجه. وزي ما انتم شايفين كده حطينا كل قطعه ايه في طبق اهي. بصوا زي ما انتم شايفين كده، بصوا خلينا كده. ودي اللي هي ايه اللي نشفت منا زي ما قلت لكم كده، هي مش ناشفه قوي. ومعانا كده السمسميه، بصوا بتتقسم بسرعه كده، مش ناشفه ولا حاجه. ودي الحمصيه، بصوا السمك بتاعها قد ايه، يعني بكميه بسيطه. بصوا احنا عملنا كميه قد ايه زي ما انتم شايفين كده، هشه وحلوه. كل سنه وانتم طيبين. زي ما انتم شايفين كده مكلفتناش اي حاجه، وهتعملي حاجه في بيتك وبنظافه. طبعا في المناطق العشوائيه عشان تجيبي دلوقتي علبه حلاوه مش اقل من 300 جنيه ولا 200 جنيه. لو في المناطق اللي هي الراقيه بتاع 800 جنيه. طب واحنا على ايه بكميات بسيطه مكلفتناش كتير، عملنا الطبقين اللي انتم شايفينهم دول. شوفوا دول بقى لو هتجيبوهم من بره هتجيبوهم بكام. بالله عليكم بقى لو الفيديو نال اعجابكم ما تنسانيش في الاشتراك. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله.